السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال. قبل ما ندخل على الفيديو منساش نصلي على النبي ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب. طبعا يلا بقى الروتين بتاعنا النهاردة كده كله حماس وتشجيع كده. يلا قوم بقى تشجعوا وتنشطوا. أول حاجة هنا بقى ولعنا القانون، طالما طبعا هنولع القانون يبقى ايه بقى هنذبح من عند الطيور. طبعا بقى هنا ولعت الكانون وحطيت البستله دي، طبعا البستله دي انا عاملاها مخصوص للكانون يعني. وسبت بقى هنا الميه لحد ما غليت، الميه غليت تمام معايا. جبت البطايه كده زي ما انتم شايفين، طبعا ذبحتها. بس اهم حاجه يعني انا الذبح ما بيبانش في اليوتيوب عشان خاطر اليوتيوب منع الذبح، تمام. انا بقى ذبحتها وحطيتها كده في الميه المغليه، وبعد كده ريشتها ونضفتها. نضفتها تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. بتفضلي بقى كده تنضف الريش كويس خالص بقى الصغير ده. بتعيد عليها مره واتنين وتلاته لحد ما تنضف معاكي تماما. وبعدين بقى هنا زي ما انتم شايفين كده غسلتها اول حاجه بالميه. وبعدين كده بقى قطعتها اهي كويس خالص. وبعدين كمان كده برضو بنضفها كويس كده، بشغل عليها خرطوم الميه. وبشيل بقى اي زيادات كده، اي حاجه وحشه عندك كده بتشيليها تمام عشان خاطر الزفاره وكده. طبعا بشيل الحاجات اللي كانت الكبده اللي بتبقى بين الوركين ديت. عشان خاطر الزفاره بتبقى عامله زفاره يعني. تمام هنا بقى نضفتها زي ما انتم شايفين. وبعدين هنا بقى بغسلها مره واتنين وتلاته لحد ما تنضف تماما عندي زي ما انتم شايفين كده، الميه بتاعتها تكون بيضه كده. هنا بقى غسلتها كويس وبعدين برضو بغسلها تاني. وبنزل عليها هنا بقى بملح ابيض. حطيتها كده في طبق بلاستيك، وبنزل عليها بملح ابيض وطماطمايه وورق لوري. طبعا اللي ما عنديش ليمون، طبعا اللي عندك بقى كده بتستخدميه. طبعا هنا برضو كانت عندي الكرنبايه دي، كنت جايباها في مشتريات السوق اللي انا كنت بصورها معاكم. طبعا هنا بقى لما سبتها بره التلاجة قعدت يومين كده فاصفرت مني، فقلت بالمره حطيت حله على الكانون بعد ما شلت كده البستله وغليت الميه. وهسلق فيها كده الكرنبايه. وهنا طبعا بقى هنعمل مخلل الكرنب بيبقى طعمه حلو زي العسل خالص. خدت كده بقى العروق اللي هي بتبقى في الورق دي كده، بشيلها كويس خالص كده وبعدين بقطعها. طبعا هنا بقى بسلق الكرنب زي ما انتم شايفين كده اهو. اللهم صل على النبي. هنا بقى بسلق الكرنب في كل سهولة. طبعا حطيت حلة المية هنا بقى مكان على الكانون يعني. هنا بقى سلقت الكرنب وبطلعه كده بكل سهولة. وبرضه هنعمل مع بعض الغدا كمان. طبعا هنا بقى جبت حلة على النار نزلت فيها بمية. وبعدين نزلت بقى فيها بحوايش بتاعة البطة. وبعدين هنزل فيها بطماطماية وفص توم. كام فص توم وبصلاية. وبسيبها بقى تستوي مع نفسها. وهنا بقى هعمل لسان عصفور بالصلصة بيبقى حلو خالص يا جماعة، جربوها هتعجبكم خالص. اللسان العصفور ده جبت بصلاية كده وحطيت عليها سمنة وسبتها لما تحمر معايا تماما، وهنزل عليها بالطماطم لحد ما تتسبك كويس معايا. وبعدين هنزل عليها بلسان العصفور وبزودها شوربة. وبعدين بغطي عليها وبسيبها تستوي مع نفسها. وهنا بقى بغسل ورق الكرنب كويس خالص زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه غسلت ورق الكرنب عشان خاطر يعني لو في طين ولا حاجه. وبعدين هنا بقى بقطع ورق الكرنب زي ما انتم شايفين كده، بقى بقطعه بالتساوي كله. دي الكميه بعد ما خلصت معايا. وهنا بقى جبت العروق زي ما انا قلت لكم كده هنعملها مخلل. بغسلها غسله كويسه تحت الميه اهو، بغسلها مره واتنين. وبنزل عليها بملح. هنا بقى نزلت على الكميه دي بمعلقتين ملح. وهجيب بقى بطرمان واحط فيه بقى العروق بتاعه الكرنب دي. اللهم صل على النبي. بقى وبزوده ميه البطرمان بقى بغطي يعني المخلل عندي كده. المخلل ده بيبقى طعمه حلو خالص يا جماعه، جربوها يعجبكم. ما بياخدش معاك كده يومين وبيستوي على طول. اللهم صل على النبي. هنا بقى برضو احط حبه ملح على الوش. وهنا بقى حطيت الغطا، بس ده مش غطا بتاع يعني، هشوف الغطا بتاعت البرطمان. طبعا بقى جبنة الجبنة دي من عند الست اللي احنا بنجيب منها اللبن وكده. الجبنة دي بقى انا هحطها في المش. بتعمل ايه في الاول؟ بجيب كده طبق ستانلس او طبق بلاستيك. وبعدين اللهم صل على النبي. برص كده الجبنة زي ما انتم شايفين بالتساوي كده. وبرش عليها بقى ملح. طبعا بقى ولو عندك شطة برضو بتبقى حلو خالص. ملح وشطة بتغلف كده اللهم صل على النبي حتة الجبن كده معاك كويس. بالملح زي ما انت شايفة كده هو ملح كتير. وبتسيبها عندك بقى مثلا في مكان كده يكون فيه تهوية او في شمس تنشف معاك تماما. طبعا لو مش متاح عندك بقى الشمس
ومكان فيه تهوية يعني. فاللهم صل على النبي. بتسخن الفرن، تولع الفرن وتخليه يسخن معاكي تماما، وبعدين بقى تحطي فيه الجبنة هتنشف معاكي بكل سهولة. دي طريقة ودي طريقة، يعني اما تولع الفرن عندك يا اما تحطيها في الشمس. طبعا انا بسيبها والله عندي في ضرفة المطبخ لحد ما بتشد كده، وبعد كده برميها، بحط الجبنة في المش وبس كده. وبتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناة وتدوسوا لنا لايك وتكتبوا لنا كومنت حلو من ايديكم كده. ويا ريت بقى اللي يشوف الفيديوهات يا جماعة يدوس لايك بالله عليكم. واتمنى انكم تاخدوا لفة كده في القناة، والله القناة هتعجبكم خالص. واهم حاجة يا جماعة اللايك بالله عليكم والاشتراك في القناة. وطبعا ده يعني كان فيديو اليوم النهاردة، بتمنى يكون عجبكم. روتين كده كله حماس وتشجيع. يلا بقى كده قوموا اتنشطوا. طبعا هنا بقى الغدا خلص، اللهم صل على النبي. طبعا حمرت كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحواوشي. وهنا بقى لسان العصفور، اللهم صل على النبي. شايفين لسان العصفور مفلفل كده ازاي، ولا معجن ولا اي حاجه خالص. جربيها يعجبكم خالص بالطريقه دي.